تخيل إنك بوسط عرس كروي والكل يرقص ومستانس، وفجأة تنطفي الأنوار ويصير صمت يخرع. يا جماعة، الخبر اللي وصل اليوم عن حكيم زياش مو بس كسر قلب الأسود، هذا الخبر نزل مثل الصاعقة على كل المغرب وهم بنص بطولة أفريقيا. شو السالفة؟ وشنو اللي صار وخلى السوشيال ميديا تنقلب عزا بدقيقة واحدة؟ أمسكوا أعصابكم لأن التفاصيل تعور القلب. شوفوا، السالفة بدت بهدوء. حكيم زياش، الساحر اللي تعودنا نشوفه يوزع ابتسامات وأهداف، نزل بوست أسود على إنستغرام بكلمات بسيطة: إنا لله وإنا إليه راجعون. بس هالبوست كان كفيل إنه يفجر قنبلة حزن. بام! أخو حكيم زياش، سنده وظهره، توفى بحادث أليم ومفاجئ. تخيلوا الصدمة، الرجال توه بادي صفحة جديدة مع نادي الوداد المغربي وقاعد يحاول يركز بمسيرته، وتجيه ضربة مثل هذه في توقيت حرفياً ما يتمناه ألد أعدائك. واللي يخلي الموضوع دراما أكثر، تدرون شنو؟ أخو زياش الله يرحمه مو شخص غريب عن الملعب، كان لاعب كرة صالات فوتسال ومعروف بوسطه، يعني العائلة كلها تتنفس كرة قدم. الجماهير ما صدقت، الكومنتات تحولت لدفتر عزا مفتوح، ونادي الوداد كان أول من فزع ونزل تعزية رسمية، وكأنهم يقولون لزياش: يا حكيم، كتفك بكتفنا وما تمشي بروحك. بس لحظة، هني التويست اللي خليك تقول لا يا زمن. زياش أصلاً مو موجود بقائمة منتخب المغرب في أفريقيا 2025 اللي شغال الحين بالمغرب. يعني تخيل المفارقة، البطولة في بلده وهو خارج القائمة، وفوق هذا كله يفقد أخوه في نفس التوقيت. تحس إن الدنيا كلها تجمعت عليه مرة واحدة. ورغم إنه مو مع المنتخب، خبر وفاته خيم بظلاله على معسكر أسود الأطلس، لأن زياش يظل واحد من كباتنهم الروحيين. الحين السؤال اللي يدور ببال كل مغربي وخليجي يتابع البطولة: هل هذا الخبر راح يحبط معنويات لاعبين المنتخب اللي يعتبرون زياش أخوهم العود، ولا راح يقلبون الحزن غضب بالملعب ويهدون اللقب لروح أخوه؟ فيحة تروفي. الأيام الجاية راح تكشف معدن الأسود الحقيقي. إذا تبي تعرف ردة فعل المنتخب وكواليس المعسكر بعد هالصدمة، لا تنسى تضغط زر السبسكرايب وتفعل الجرس بيل، لأن اللي جاي في أفريقيا مو طبيعي. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.